9 أمراض بتصيب القلب من كتاب أمراض القلوب وعلاجها. مشكلة الأمراض دي إن صعب إن الإنسان يكتشفها وبرضه صعب علاجها، لكن لو ما تعالجتش منها ضررها هيبقى خطير عليك وعلى اللي حواليك. رقم 1 النفاق، وعلاجه إننا نزود الإيمان ونبقى عارفين كويس قوي إن نتائج النفاق دي مش في صالحنا، حتى لو كانت نتائجها حلوة على المدى القصير. ده كفاية إن الواحد يتعرف إنه منافق يا أخي. رقم 2 الحقد والغيرة، ودي ملهاش علاقة غير الحب، إنك تحب نفسك، تعرف إن عندك حاجات حلوة زي الناس التانية حتى لو حاجات مختلفة، وحب للناس الخير هتلاقي الخير. رقم 3 الحسد، لو حاسس ان انت مريض بداء الحسد حاول دايما تقوم نفسك. لو حاجة عجبتك قول ما شاء الله تبارك الله، اي اسم ربنا عليها، مش ايه الحلاوة دي يعني، مش كده. رابع مرض هو البخل، بيقولك احسن علاج للبخل هو العطاء. معلش تعالى على نفسك، خلي عندك عطاء ودي حد محتاج، اتأكد ان الخير ده هيرجع لك مش هيروح. رقم 5 الكبر، وده مرض خطير جدا وعلاجه ان انت تبقى عارف حجم نفسك. هتقولي ما انا جامد، ماشي، بالنسبة لايه يعني؟ ده انت كائن من وسط كام كائن في الكون، لو انت غني في اللي اغنى منك، ولو قوي في اللي اقوى منك. دايما اعرف انت جاي منين واخرتك فين. المرض السادس حب الدنيا المبالغ فيه، علاج حب الدنيا بيقولوا ان انت لو زرت المستشفيات وشفت الامراض وشفت انها فانية هتعالج الحتة دي عندك. حاول تسمع قصص لناس كانت جامدة قوي وكانت مبسوطة قوي واتقلب عليها الحال، مش دايما يا ابني والله. سابع مرض هو الغضب، وده له طرق كتير قوي في العلاج، اتقالت في كتب كتير قوي، زي مثلا ان انت لو حسيت بالغضب امشي وسيب المكان دلوقتي، روح اقعد في حتة تانية. يعني في طرق كتير قوي ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني لو حابين. المرض الثامن هو القسوة، ودي علاجها ان احنا نبقى عارفين ان مش القسوة اللي هتعمل لنا هيبة ولا قيمة في وسط الناس، ولا هي حتى وسيلة للدفاع عن نفسنا، ولا ده اللي هيجيب حقنا لو انت يعني حقك بينقح عليك قوي. بالعكس، القسوة دليل على مشاكل نفسية كتير موجودة جواك، ووجود القسوة مش هيعمل أي حاجة غير الكره ونفور الناس منك. آخر مرض لازم نعالجه هو مرض اليأس. بص، ملهاش حل دي غير الإيمان بالله. الدنيا صعبة طبعا ويعني ممكن نيأس، بس لازم نثق إن ربنا موجود وإنه مش هيسيبنا. أكيد ناس كتير مننا عندها مرض ولا 2 من أمراض القلوب ويمكن أكتر، بس دي مش مشكلة طول ما احنا قادرين نعترف بالأمراض اللي عندنا وقادرين إن احنا نحاول نحلها هنبقى كويسين. دمتم سالمين.